بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. احنا في شهر 11، اخر شهر 11 خلاص. كتير بيشتكي من البباظ ومشاكل البباظ، وان البباظ طلع مذكر. طيب هنتكلم على جزئيتين سريعة كده. دي شجرة بباظ جميل، مفيهاش اي مشاكل فطرية او حشرية نتيجة الرش الدوري بالمبيدات الجاهزية. احنا قلنا دايما نستخدم المبيدات الجاهزية. مبيد جاهزي يعني بيدخل في عصارة النبات، جميل، بيخترق نسيج النبات، بيموت كل الحشرات الموجودة، سواء حشرات لعقة أو صغب مص يعني بتمص العصارة، أو حشرات قرد يعني بتاكل الورق. الجزئية بقى اللي عايزين نقولها النهاردة اللي هي البباظ ومشاكل البباظ. بص يا أستاذ الفاضل، لما تروح تشتري بباظ ازاي تعرف المؤنث من المذكر؟ أولا عن طريق الورقة، عن طريق الورقة السداسية دي تعرف المؤنث من المذكر. طيب الجزئية التانية التزهير. تزهير البباظ المؤنث بيبقى زهرة واحدة، المؤنث بتبقى زهرة اهي. ازاي تعرف البباظ اللي عندك مؤنث ولا مذكر؟ اول ما يزهر مثلا، خلاص اهي دي زهرة واحدة اهي، شايفينها اهي، اهي زهرة واحدة زنطوطة، دي المؤنثة الجميلة الكيوت اللطيفة. المذكر راجل بيبقى شمراخ زهري طالع كده بالطول، وطالع منه 500 واحدة، تمام؟ يعني دايما المذكر ده متعب. خلاص اهو المؤنث حاجة كيوت وجميلة وحاجة لطيفة اهي. دي زهرة المؤنث، الزهرة بتبقى واحدة اهي، دي هتطلع بابازاية، دي بابازاية، دي وهكذا. المؤنث بتبقى زهرة، المذكر بيبقى شمراخ طالع كده مع نفسه ومليان تزهير. خلاص عرفنا كده الفرق بين المؤنث والمذكر. وبنأكد دايما على الرش الفطري والحشري خلال فترة الشتاء للوقاية من الأمراض الفطرية والحشرية. بنأكد دايما خلال فترة الشتاء نرش فطري، دوفاينوكونازول، ازوكسستروبين، سفونات ميثايل ميتالاكسيل، مانكوزيب. الحاجات دي بتتخلط مع بعض عشان تقيني من الأمراض الفطرية والحشرية.